على ارتفاع 932 متر عن سطح البحر تقع قرية عرة على السفح الغربي لجبل الريان. ظهرت بالسجلات العثمانية باسم تمري، وهي من أكبر قرى المحافظة. معنى اسم عرة هي الأرض المكشوفة الواسعة يلي لا شجر فيها ولا بناء. وهي الروابط الوثيقة لأنها بتوصل بين بصرة، سويدا وقنوات. سميت عرة لوجود آبارة بالعراء والتفاف الشجيرات دائماً على شكل عرة. تشتهر بتلالها الثلاث: تل الهش من الجهة الشمالية من البلدة، وتل الحصن يلي انبنت عليه البلدة. تل الحبس التل يلي بيوقع بالجهة الجنوبية للقرية على الحد الفاصل بين عرة والمجامر، بيحتوي على مغر يعني كهوف مائية توصل بين عرة وصرخب. هذا المكان كان حرم وباحة للكنيسة الرومانية القديمة يلي شيدت بأوائل العهد الروماني. وهذا ما يسمى حاصل القمح، أي مكان تخزين الحبوب والمحاصيل. كانت القرية جزء من النهضة والثقافة المبكرة، فافتتحت فيها أول مدرسة سنة 1923، بالإضافة لتأسيس النادي الأدبي عام 1942. هاي المنطقة تميزت بالتنوع الطائفي والغنى الحضاري يلي أثرى النسيج الاجتماعي. دار عرة بنيت على مساحة 11,000 متر مربع من قبل شبلي ووالده يحيى الأطرش، وزاد عليها الأمير حسن الأطرش مكان خاص لزوجته أسمهان لتكون دار للإمارة. بوابة منحوتة ومزخرفة، غرف ذات جدران حجرية وبلاطات على الطراز الروماني. الحجرات بتطل على صحن الدار من جهة، ومن جهة على بيوت الحراس. كانت أسمهان أميرة بحق لما رأت معاناة نساء بلدة عرة بنقل المياه، أمرت باستجرار مياه النبع إلى القرية عبر قناة فوق قناطر حجرية بنيت بإشراف مهندس استخدمه شبلي الأطرش من اسطنبول. نبع غسان الذي يطلق عليه حالياً نبع عرة من أهم هاي المعالم بالمنطقة، برز خلال إمارة الغساسنة، كان بيمثل الشريان الحيوي بالجهة الشرقية.